أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أيها المشاهدون الكرام، تحية واحتراما، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. هذه الحلقة رقم 123، وأتمنى لكم عبرها وعبر برامجنا المختلفة أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يهيئنا كذلك لصومه وقيامه، وأن يتقبل منا الأعمال الصالحات بإذن الله، وأن يجعلنا قرآنيين في هذا الشهر، شهر القرآن، وكذلك أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويحفظ أمة الإسلام أينما كانوا، وفي نفس الوقت يوحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن بين الأمنيات كذلك نتمنى للوطن العزيز إريتريا ولأوطان المسلمين جميعا وفي المعمورة عموما أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وصلاح وعافية وتوادد وتحاب وتعاون إن شاء الله. المشاهدون الكرام، ارتأيت في هذه الحلقة بما أن شهر رمضان وشهر القرآن الكريم، وفي شهر القرآن الكريم ليس هنالك أفضل مما يتعبد به بعد الصيام في شهر رمضان مثل القرآن الكريم، والقراءة فيه مضاعفة والأجر فيه مضاعف، وفي نفس الوقت هو شهر آه، يعني الناس حتى الذين مع الأسف الشديد انقطعوا عن القرآن الكريم قراءة وتدبرا وما إلى ذلك يعكفون في شهر رمضان، يدلفون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرؤون ما شاء الله لهم. منهم من يختموا ختمتين ثلاثة أربعة وما إلى ذلك، ومنهم ختمة واحدة وما إلى ذلك. ولكن أنا من خلال تأملاتي عزيزي المشاهد أنه آه ليس الهدف من قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان. أولا ينبغي أن يكون المسلم قرآني على طول، يعني على مدار السنة. يعني ليس كافيا، وهو يعني سبحان الله حتى المؤمن يكون آثم أن تجعل القرآن يعني مهرجان أو مناسبة سنوية فقط، في شهر رمضان تنكب على القرآن الكريم. ينبغي أن يكون للمسلم علاقته بالقرآن الكريم علاقة يومية. هناك من يقرأ القرآن في في اليوم يقرأ بأكثر من اتجاه، آه وهذه هذا ما أمر به الدين. فنحن مأمورين أن نكون قرآنيين، ليس القراءة بل أن يكون سلوكنا وتعاملنا مع الناس تعامل قرآني كما أمر به الدين الحنيف. ولكن في شهر رمضان برضو الناس يؤجرون، حتى الذين ينكبون على قراءته فقط في شهر رمضان يؤجرون، ولكن الأجر المضاعف يكون بالتدبر والتمعن وكذلك التأمل في كتاب الله. وأنا أدعو عبر هذا البرنامج: لا تقرؤون تلك القراءة التقليدية للقرآن الكريم، تمسك القرآن بس وكأنك أنت تقرأ في جريدة لا مؤاخذة، أو بتقرأ في قصة ورواية. في ناس والله يقروا هكذا. ما معقول يا أخي واحد في الشهر في زمننا الذي نعيشه يكون ختمه ثلاثة أربعة وهو المشغول. أنا لا أعمم، لكن مشغول بمشاغل الدنيا دي وتحدياته وما إلى ذلك. في ناس ربنا اختصاهم من خاصته وأحبابه
يعني عاكفين على القرآن، معلمين أو متعلمين وما إلى ذلك. لكن السواد الأعظم، يعني معقول الواحد يكون ختم القرآن 4 5 مرات وبتدبر كامل في هذا الزمن العجيب؟ يعني ربما قد يكون إلا من رحم، يعني يهيأ ويوفق. لكن أنا يعني ما دايرين نقول لأنه ما عندنا إحصائية، لكن أعتقد أنه عدد هائل من القراء، من أخواننا وأخواتنا المسلمين، أنه يقرؤون القرآن فقط يعني يختموه و... ويظنون أن الأجر، طبعا القرآن تقرأه بتأمل بتدبر، أنت مأجور عليه، لكن أن تقرأه بتمعن وتدبر، وتقرأ في معاني وتفسيرات وتأويلات الآيات المباركات، لك الأجر المضاعف. وأنت تتفقه في كتاب الله وتفصح لسانك وتهذب أخلاقك وأشياء كثيرة جدا جدا. أنت تفهم الدين من خلال هذا القرآن، هذا هو دستورك يعني. ولذلك يعني خيرا لأولئك الذين يختمونه 3 4 ختمات كده وسريع كده بتاع، خيرا لهم أن يختموه ختمة واحدة، حتى لو لم يختموه لكن يكون في تدبر وتأمل، ويعني معايشة هذا كلام الله يعني. يعني أنت ما قاعد تقرأ كلام كاتبه واحد يعني، هذا كلام الله، وأبلغ وأشرف وأعظم وأقوى وأبلغ كتاب أنزل حتى اليوم يعني. ليس هنالك كتاب في هذه الدنيا نال الحظوة ونال الشرف في الترجمات، في معانيه طبعا، وفي الاهتمام وفي الدراسات وفي القراءات وفي التأملات ككتاب الله سبحانه وتعالى. ما في لغة في الدنيا دي كده نطق بها ابن آدم في هذه الدنيا التي نعيشها وإلا ترجمت معاني القرآن إليه يعني. وهذا أكبر كتاب يعني حظي باهتمام وحظي بالحفظ. يعني ليس هنالك الناس ما بتحفظ قصص وروايات وكتب علمية وكتب سياسية، لكن الناس سبحان الله، وزي ما قال ربنا في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن محفوظ حتى في صدور أولئك الذين يعني أصيبوا بلوثة. تلاقي واحد فاقد الوعي ولكن القرآن راسخ ومرتب، تديه آية يواصل لك فيها القرآن، سبحان الله. أما عند الأطفال وعند الشيوخ هذا الكتاب الوحيد في الدنيا المحفوظ مع مختلف الأعمار ومختلف الأجناس يعني. ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى عزيز المشاهد، أن هذا القرآن حتى محفوظ بما نزل به من لغة عربية فصيحة بليغة، حكيمة بينة وقوية وبليغة في نفس الوقت، وذات دلالات حكمية ودلالات تشريعية وعقدية. يعني حتى محفوظ باللغة التي نزل بها عند غير المتحدثين باللغة العربية. تلاقيه حافظ القرآن الكريم ولا يستطيع أن يتحدث 2 3 مع أنه القرآن كله في صدره. هذه برضو من الأشياء التي تدعو إلى التأمل والتفكر يعني. وتلاقيه وحافظ القرآن بأكثر من رواية وبأكثر من قراءة. و... ولذلك أنا أقول أولا كنصيحة، أنا لست عالما ولكن لي علاقة بهذا الكتاب الحكيم المبين يعني. يعني أولا حاول عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة في هذا الرمضان أن تقرأ القرآن وتستمع إلى القرآن. يعني ليس كافيا والله، يعني أنا في ملاحظات كثيرة، الناس يقرؤون القرآن وهم بيفتكروا قاعد يقرؤوا القرآن ولكنهم يلحنون في القرآن الكريم. لأنه يعني هذا القرآن وحكمة القرآن، الحكمة البليغة فيه أنك لا بد أن تتعلمه على شيء مهما كانت درجتك العلمية. يعني لا بد أن تكون مررت على شيخ. مع الأسف الشديد في أعداد هائلة من المسلمين لم يمروا على الشيخ، ولذلك يكتفوا أنهم يقرؤون القرآن لوحده. وإذا تأملت فتلاقي الرجل يعني يخطئ في القراءة يعني.
يعني التجويد وما إلى ذلك ده شيء آخر. القراءة بس القراءة العادية تلاقيهم يلحنون في القراءة، ولذلك وهذا مرد أنهم لم يقرأوا على الشيخ. والآن العلم المتاح، أنت تستطيع أن تختم وتقرأ القرآن يعني على قراء، وما أكثرهم في على الإسفيرة الإلكترونية. يعني المكتبة الإلكترونية دي بكل الروايات بكل القراءات، يعني علماء ملأوا الدنيا والآفاق. يعني يمكنك أن تختار حتى قارئ معين يعني، وما أكثر القراء. وسبحان الله يعني هذا القرآن محفوظ يعني. فأنا أقول كوصية يعني، إنه إذا كنت بتقرأ برواية واحدة دوما، مثلا يعني عن ورش عن نافع مثلا، أو تقرأ رواية حفص عن عاصم مثلا، يعني وأرجو أن لا أكون مخطئ، غير أسمع رواية الدوري، روايات كثيرة موجودة والقراءات الكثيرة. فعشان تطلع بتجربة جديدة بالنسبة لك في شهر القرآن الكريم، أسمع، أقرأ بالقراءة التي أنت تعرفها، لكن استمع. وأرجو أنه كل ما ختمت سورة من السور أو جزء، لا تسرع أن تقرأ الجزء الآخر. استمع إلى الجزء الذي قرأته برواية، أسمعه برواية أخرى، يا أخي تكون ذاته تثقفت يعني، وأديت نفسك إلمام يعني. وإذا أماك أحد الأئمة مثلا وهو يقرأ عن رواية وأنت بتقرأ عن رواية، فإذا قرأ برواية مختلفة بقراءة مختلفة عنك، فتفتكر إنك أنت هذا الرجل قاعد يخطئ في القراءة. وكثيرا ما نجدها في المساجد موجودة يعني. فتقوم دار تحاول تصححه يعني، وهو قاعد يقرأ برواية أخرى، بتتغير الكلمات وتتغير المدود وتتغير يعني أشياء كثيرة، آه، مذكر مؤنث وما إلى ذلك، كثير من الأشياء يعني في القراءات. فأنت تفتكر هذا الرجل قاعد يخطئ يعني. وده يعتبر نقص في إلمامك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأنت مأمور على الأقل حتى لو لم تقرأ بها كلها، لكن أعرف أنه الإمام ده قاعد يقرأ بها قراءة، بها رواية يعني. فدي واحدة من الأشياء التي أوصي بها ونفسي، إنه إذا كنت بتقرأ برواية معتاد عليها دوما، بعد ما تكمل السورة ما تمشي إلى سورة أو جزء أو ثمن أو ربع وما إلى ذلك. استمع إلى، أكتب رواية كذا مثلا، ورشة عن نافع مثلا يعني، واستمع إلى الشيء الجديد. أنا دوما يعني أنا قرأت رواية حفص عن عاصم، لكن دائما أحاول أسمع بالروايات الثانية، فيكون عندي هذا وذاك يعني. وأتمنى أن نسوح فيها كلها في كل القراءات. ولذلك هذه وصية، بمعنى في شهر القرآن نوع في الروايات والقراءات، حتى ما تكون عندك أنت تثقفت في هذا الشهر، أضفت شيئا جديدا، لأنه يعني ولك الأجر في ذلك. دعك من التفسير والتأويل والدخول في الحكمة البلاغية في هذه. لا، وفي ناس والله برضو يبحروا، يقروا الآية ويشوفوا إعرابة مثلا، إعرابة هذا فن الإعراب ده ما شيء جميل يعني. آية كاملة مثلا يشوف إعرابه وموجود في السفيرة الإلكترونية. والإعراب ذاته هو برضه مدارس يعني، ليس مدرسة واحدة. برضه يشوف الكوفيين قالوا شنو والبصريون قالوا شنو وما إلى ذلك. فهذا القرآن ينبغي في شهر رمضان الناس يسوح فيه ويتفنن في أنه كيف تتدبر القرآن. يعني ما كفاية عزيزي المشاهد أنك تمسك القرآن بس ترى كده بتاع وكملته وتخش وبتاع. يعني هذه القراءات التقليدية لا تفقهك في كتاب الله، ولا تخليك تعرف أحكام دينك كمان. هذه ناحية. الناحية الثانية يعني اختطت لك طريق كده مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال، وأنا يعني دار أشير إشارة عبر هذا البرنامج، وأنت تقرأ يعني، وقفت على يعني كلمة مثلا، أقول يا ترى كم مرة وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم، وتدبر أنت، مش تبحث في طوال على النت وكده. قد تجد المعلومة
ولكن أنت لتتدبر القرآن الكريم أمسك لك دفتر وردت السماوات، قول يا أخي كم مرة وردت كلمة السماوات، وكل ما لقيت كلمة السماوات أكتبها وأكتب الآية معها. هتلاقي نفسك في نهاية الشهر يعني الآيات التي وردت فيها عبارة السماوات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحتى طريقة كتابته، هل تكتبها مكتوبة بالسماوات التي نكتبها نحن، ولا السماوات مثلا؟ يعني هذا برضو تأمل وتدبر في كتاب الله. فأنا أقول إنه يعني وهذا القرآن بالمناسبة يعني فيه من يعني من الأشياء المندوحة أنك أنت يمكن أن يعني تبهر فيه نفسك والآخرين، أن تخطط لك دار تفهم شيء معين. يعني بمعنى مثلا تقول كم هي السور اللي آيات واحدة مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، من سورة البقرة إلى سورة الفاتحة، عدد الآيات فيها كم من السور هي التي انتهت بعبارة واحدة مثلا، وهكذا يعني نهاية الآيات. وكم هي الآيات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى 114 سورة في 30 جزء مثلا، بدأت بكلمة واحدة مثلا، كلمة هي نفسها هي. ولذلك عزيزي المشاهد يعني استن طريقة جديدة، يعني حتى ما تعيش القرآن الكريم وتقول أنا والله الحمد لله هذا رمضان يعني تفقهت في كتاب الله، دخلت في فكرة جديدة ومنعطف جديد. هذه أيضا أوصي بها ونفسي، إنه تطلع عليك بحصيلة. يعني يوم العيد الناس لما يفرحوا وتسأل مثلا وتسأل نفسك وتحدث أصدقائك، تقول يا جماعة أنا الشهر ده الرمضان هذا طلعت بهذه الفائدة القرآنية، تأملت كتاب الله في هذا المنحى. والقرآن ده فيه أسرار، فيه حكمة بالغة، وما تغني النظر يعني ولا يغني الحديث عنه. وأنا داير أضرب مثال حي لهذا الأمر. آه بما أننا في شهر القرآن الكريم، شهر رمضان وشهر القرآن وشهر الصيام والقيام، قلت في نفسي يا ترى كم هي الآيات التي وردت فيها كلمة القرآن أو قرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي واحد من البحث الذي كنت أجريه، وأنا سأقرأ لكم الآيات التي أعتقد هي كل الآيات ونازلة بالترتيب، في واحدة من المواقع والتفسيرات وجدت كم هائل من الآيات المباركات. هذا شكل من أشكال التدبر والتأمل في كتاب الله، ولك أن تتخيل وتختار أي كلمة وردت فيها. أنا اخترت كلمة القرآن أو قرآن لكي أؤكد على أنه الإنسان بإمكانه أن يأخذ له منهج من مناهج البحث في كتاب الله سبحانه وتعالى. ووجدت كم هائل من الآيات، وأنا سأقرأ الآيات حتى يتأمل المشاهد الكريم. وأعتقد هي نازلة بالترتيب من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس أو الفاتحة أو العكس طبعا. فعموما وجدت هذه الآيات التي نزلت فيها كلمة قرآن أو القرآن. وأول آية وجدتها قوله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أنا ما حأذكر أي سورة، جزء منها معروف وجزء منها يحتاج إلى بحث، ولكن أنت عزيز المشاهد هذه كلمة القرآن نازلة في الكلمة الخامسة من هذه الآية، وهي مذكورة في آيات الصيام، وهي في سورة البقرة. ولذلك سأقرأ الآيات، ولكن شاركني أنت عزيز المشاهد إنه يا ترى هذه الآية نزلت
فيها سورة وفيها جزء وهكذا. بعدين أبحث برضو عن التفسير. الكلمة الثانية أعتقد هي بالترتيب نازلة. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه في واحدة من سور القرآن الكريم. وقال الحق سبحانه وتعالى، وشوف نازلة القرآن مرتين بالألف واللام معرفة يعني. وفي قرآن مجيد في بعض الآيات. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. برضو نزلت بال التعريفية القرآن. وقال الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. برضو نزلت كلمة القرآن بالتعريف يعني. وقال الحق سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنا بعدين حاجيب عدد الآيات أو كم مرة وردت كلمة القرآن أو قرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن أتلو عليكم الآيات الكريمات المباركات. سنقول كذا مرة وردت كلمة قرآن والقرآن في طول الكتاب وعرضه. ويقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. برضو القرآن معرفة. وقال الحق سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال الحق عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. طبعا السورة دي معروفة، سورة يوسف عليه السلام أو سورة يوسف. وقال الحق سبحانه برضو القرآن هنا معرفة. وقال الحق: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين. وقال الحق في كتابه العزيز: فإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال المولى عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقال المولى في كتابه العزيز: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. برضو القرآن كلها واردة بالتعريف. وقال الحق: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. برضو القرآن المعرفة. وقال الله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
برضو القرآن معرفة. وقال الحق سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال أيضا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي آية أخرى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال الحق: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، في سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال الحق سبحانه وتعالى، وهذه لأول مرة تجي بالقرآن مجرورة: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال في آية أخرى: هذه القرآن مجرورة بحرف الجر بالقرآن. لماذا؟ ربما تتساءل: لماذا قال الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن؟ كان ممكن أن يقول ولا تعجل. لماذا اختار الباء حرف الجر مثلا مع أنه حروف الجر كثير؟ لماذا لم يقل ولا تعجل للقرآن، أو ولا تعجل إلى القرآن، ولا تعجل بالقرآن؟ ففي اللغة الإنجليزية بيهتموا بحروف الجر، و يعني ما يرحموك إذا أخطأت تاخذ إن أون على مزاجك. لكن في اللغة العربية الناس يعني سبحان الله، القرآن يهذب ويعلمك كيف، يعني لا تعجل بكذا ولا تحرك به لسانك برضو يعني. فلا تعجل بالقرآن. لماذا؟ قال: أنت ممكن أن تبحث في هذه الآية وتشوف كمية من التفسيرات يعني والتفاسير. عموما هذه أول كلمة للقرآن مسبوقة بحرف الجر وهو الباء. وقال الحق سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأبحث كم مرة وردت كلمة القرآن فيما قرأنا في موقع المفعول به المنصوب يعني، وكم مرة كانت في موقع الفاعل، وهل كانت في موقع المبتدأ والخبر. هذا برضو ما هو سياحة في كتاب. أنت لما تتأمل الحاجات دي وتبحث في هذا بتكون أنت عرفت كتاب الله وتفقهت فيه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني، كما ورد في الحديث يعني. وقال الحق سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. برضو القرآن هنا معرف. وفي آية أخرى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال الحق: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني كلمة تلقى مثلا يعني مش يعني فعل مبني للمجهول مثلا. لماذا قال وإنك لتلقى القرآن ولم يقل لتلقى القرآن؟ برضو ناحية لغوية يمكن البحث فيها يعني. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال الحق سبحانه وتعالى، وأنا أقرأ هذه الآيات ليست مضبوطة بالشكل، ولكن أقرأها كما تعودت أن أقرأها في كتابه عز وجل. يعني أنت لما تقرأ القرآن كثير حتى لو لم تكون مضبوطة بالشكل أنت بتقرأها، وقد يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نحرف في كتابه عز وجل. وقال المولى سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. برضو القرآن هنا يعني جاية تعريفية.
إن هذا القرآن. وقال الحق سبحانه وتعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال الحق سبحانه وتعالى، لحد الآن كل القرآن معرفة، مرة واحدة لقيناها مجرورة، لكن موقع اسم إنا خبر كان مفعول به وهكذا. قال الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وقال الحق عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، برضو معرفة. وقال الحق: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الحق في سورة ياسين: والقرآن الحكيم. وقال في سورة صاد: والقرآن ذي الذكر. وقال الحق في كتابه المبين: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال في آية أخرى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الحق: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال المولى في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي سورة قاف: والقرآن المجيد. وفي آية أخرى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه آية الكلمة الثانية في ما رصدناه من كلمة قرآن، والقرآن مجرورة بحرف الجر بالقرآن. وقال المولى عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 مرات بذات العبارة. لماذا؟ لماذا؟ يعني هذه مسألة تدعو فعلا إلى البحث والتأمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 مرات، يمكنك البحث عزيز المشاهد. وقال الحق عز وجل: قال الحق سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الحق عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أول مرة يأتي من قبل القرآن، وشفنا في الآيات السابقات مرتين مجرور بحرف الجر باء، هنا مجرور بحرف من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن عسى
عفوا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وأخيرا: وإذا قرئ القرآن لا يسجدون. هذه في واحدة من المواقع جملة ما وردت في كتابه سبحانه وتعالى كلمة قرآن معرفة وبدون تعريف. نأتي فنحصيها 49 مرة كما وقفت عليها. 49 مرة وردت كلمة القرآن وقرآن 49 مرة في كتاب الله عز وجل. لماذا 49؟ في ناس يبحثوا هكذا، ودي يمكن أن تعمل فيها دراسة علمية. لماذا وردت كلمة قرآن مادة قرأ القرآن، سواء كان القرآن أو قرآن، 49 مرة لا غير؟ لماذا؟ هذه فكرة وتدعو إلى التأمل. ولماذا وردت كلها تعريفية ما عدا مرتين تقريبا؟ ولماذا وردت مرتين مجرورة بحرف الجر، ومرة بحرف الجر الباء يعني، ومرة بحرف الجر من؟ هذه مسائل أنا أحببت أن أقدم نموذج لشكل من أشكال التدبر والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر القرآن الكريم. بمثل هكذا برنامج يعني تخرج منه من شهر رمضان وتستملك طريق في المستقبل أنك أنت وأنت تقرأ تخطط لك شكل. أبحث يا كم مرة وردت كلمة إن مثلا. كلمة إن وردت في القرآن الكريم كم مرة؟ وأن مثلا، والذين يعني. وهكذا أنا بالنسبة لي يعني أحيانا عندما يعني أحيانا ما يجيني النوم مثلا يعني، وأكون فأقوم في هذا القرآن الكريم مش أفتح الكتاب، لكن أقول مما أحفظ مثلا، مما أحفظ أمسك أي آية بدأت بإن مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أمسك أقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج فمن حج إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. مرات أكمل الآية ومرات أجيب في النص مثلا أقول مثلا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وبعدين أخش برضو يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أقول مثلا أمسك الآيات ما أتذكره يعني. فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني. وبعدين مرات أمسك إن مثلا، وأمسك مثلا وما كان مثلا يعني. يعني على سبيل المثال أقول يعني ليس إلا. وهكذا وأنا أفكر كده بتاع تخش في النوم أو يعني. المهم تكون أنت من ناحية أولا الملفات الكثيرة التي تأتيك أثناء النوم تكون قفلت الملفات، لأنه ملف يفتح لك ملف وملف وملف وكذا، والملفات كلها تشرائب ولا تستطيع أن تنام. فخير لك أن تسوح. والطريقة هذه توريك علاقتك بالقرآن الكريم إلى أي مدى مثلا، وتتنبه، وبعد ذلك تقوم تقرأه كثير يعني. دي واحدة من الأشياء التي أنا أعملها عندما خلاص يعني ليس في الليل فقط، أحيانا برضو إذا دخلت علي مسائل الدنيا دي شوية بدأ أطلع كده فأسوح في الكتاب الذي أقرأه إن شاء الله أقرأه بأكثر من طريقة يعني. وبالتالي عزيزي المشاهد يعني خلي علاقتك بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، وإن شاء الله حلقاتنا ستكون للقرآن ورمضان ورمضانيات ومقابلات وحديث عن سياحة في هذا القرآن في شهر القرآن. ولذلك استنى لك طريقة جديدة يعني. أدخل إلى هذا الشهر
وأقول هذا الكتاب يا أخي خلينا أنا أتأمل فيه بشكل مختلف. تخيل عزيزي المشاهد، في وحدين عشان يتأملوا كتاب الله يكتب القرآن كله بخط اليد. وقفت أنا قبل فترة بخط اليد، وأجمل مما تكتبه ذات آلات الكتابة الحديثة. يعني رجل اختط القرآن، والأسبقون السابقون العلماء من حفاظ كتاب الله اختطوه بأيديهم يعني. فما بالك أنت في هذا الزمن، لو يا أخي لو كتبت بخط يدك جزء واحد بس، وكل ما كتبت كل ما رسخ في ذهنك. والله جزء واحد لو كتبته بخط يدك أول لك أجر الكتاب وأجر التأمل وأجر واللي كتبته يا أخي احفظه خطه، ينفعك يوم القيامة والله، يحاجج لك يعني عند حكيم مقتدر يعني. هي الأعمال الصالحات شنو ما تلقطها من هنا وهناك يعني. ولذلك أخش لك في تأمل وفي تدبر لكتاب الله بطريقة مختلفة. أمسك آية واحدة، والله خير لك من أن تقرأه كده قراءة كده بتاع. أمسك آية واحدة وشوف المفسرون قالوا شنو يعني في هذه الآية. طبري قال شنو، ابن كثير وكل المفسرون يعني. وتأمل وأقف، تكون أنت عملت سياحة قرآنية في شهر رمضان. ولكن برضو إذا كان بس علاقتك، أنا لا أقول لا تقرأ القرآن، لكن إذا بس كل ما تستطيع أنت كده تقرأه أقرأه، لكن أجرك يعني ليس كأجر الذي يتدبر ويتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورمضان يأتي لنتدبر. يعني ليه ربنا ما خلى رمضان ده كل السنة مثلا صيام؟ خدته لينا مرة واحدة عشان تكون مرة كده سياحة قرآنية، مهرجان قرآني كده، ونزهة قرآنية تأمل فيه هذا الكتاب. وأخيرا أقول، إذا كان يعني أنت المشاهد الكريم في مساجد بتقرأ جزء كامل في صلاة التراويح، وفي مساجد بتقرأ أجزاء يعني آيات صغيرة كده بتاع قصيرة كده وخلاص السلام عليكم بتاعنا. هذا اللي إذا كان ظروفك الصحية تمكنك، ظروفك العملية، آه وتحملك، وليس عيبا حتى إذا أنت بتتعب أجلس. ليس عيبا أن حتى في الصلاة العادية، يعني في النوافل كما تفقهنا من العلماء، حتى لو أنت مثلا لست عاجز وما عندك مشكلة، لكن النوافل يجوز لك أن تصليها وأنت جالس يعني. النوافل يعني والسنن يعني، ليس الفرائض. فرائض طبعا إذا عندك عذر والعلماء يفتون، لكن إذا عندك عذر تجلس وتصلي يعني. والصلاة دي ما تسقط عنك، حتى ولو يعني كما هو معروف يعني، حتى ولو بأصبع، حتى ولو في النهاية ب- بروحك يعني. إذا خلاص كل المسائل تعطلت، لا قدر الله مثلا، فأنت تصلي حتى يعني بروحك يعني. لكن ليست تلك الصلاة التي دعا إليها أولئك الخارجون عن الدين، الجمهوريون وغيرهم. لا، نحن نتحدث عن أشياء يعني مفهوم من الدين بالضرورة، وكما ثبتت عند علماء السنة والإجماع، وكما وردت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أدعو الناس يعني، بدل يعني تقول يا أخي أنا ما أقدر أستمع إلى جزء كامل في صلاة التراويح، والله خير لك أن تستمع إليه، وهذا شهر القرآن. حتى لو تصلي وأنت جالس يعني، جالس بس كده يا أخي اسمع كتاب الله ده. وبعدينك أنت أصلا القرآن ده، أنا في شهر رمضان يعتبر مراجعة بالنسبة لتأملك لكتاب الله وحفظك ما شاء الله لك. أنت لما تكون رجل قرآني وتقرأ القرآن وكده بتاع، والله لما يقرأ الإمام الجزء الكامل، أنت بتمشي معاه يعني، وتصحح حاجاتك يعني. لأنه في آيات متشابهات يعني، النهايات وفي النص وكده بتاع، لمن يتدبر القرآن يعني. فأنت بالنسبة لك ذاته مراجعة، شهر المراجعة، شهر المكاشفة، التقييم ذاته.
ولذلك هذا الشهر عزيزي المشاهد لا يأتي لمجرد الصيام ومجرد كده 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 والله وختمت لا. الختمة بدون تأمل وبدون تدبر ما فيها الأجر ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا أكون خرجت من هنا، لكن برضو هذا تأملنا ودعوتنا من خلال هذا البرنامج المبارك والقناة المباركة مع اللغة العربية، واللغة العربية في القرآن الكريم. أي شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. انظر يعني تأمل كم مرة وردت كلمة كتاب، والكتاب، لماذا الكتاب ولماذا كتاب؟ وهكذا تأمل في كتاب الله أيها المشاهد الكريم. في الختام عزيزي المشاهد نختم هذه الحلقة بما نبدأ به ونختم به دوما. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. كنتم مشاهدي الكرام مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.